نقول كل شيء. فتيجا أنت كمحايد في هذه المباراة يهمني رأيك، وأريد أن أستمع إلى ما تقوله حسب ما شاهدته اليوم في هذه المباراة. Écoutez, déjà pour quelqu'un de neutre, je pense كإنسان محايد أنا أعتقد أنني قلت لك مثل ما قلت في نهاية الشوط الأول، العلو التونسي، السيطرة التونسية الفنية، ورأيت أن تونس لا يمكن أن تخسر هذه المباراة بتاتا. لو لعبت هذه المباراة حسب النزاهة وحسب قواعد اللعبة لكانت تونس انتصرت بالبعيد. عندما نرى هذه الصورة كنا كل واحد أمام تلفزيون مختلف، وأنا قفزت وقلت ماذا يفعل هذا الحكم، الشخص الوحيد على الكرة الأرضية الذي شاهد هذه ضربة الجزاء. أنا لا أتكلم بمكان عيسى حياته، أنا أبتعد عليه ولا أحاول أن أقع معه في مثل هذه المتاهرات. هو لا يهمني أبدا كشخص ولا كرئيس اتحاد، وقلت هذا عدة مرات في عدة بلاتوات تلفزيونية. أنا نتكلم على آياته، لا يهمني حياته، ولكن عندما تحب كرة قدم وتعشق كرة قدم وتحب الكرة الجميلة وتحب النزاهة وتحب أن تخرج كبيرا بعد مسيرة مثل هذه، مثل ما ينظر إلينا أهل الغرب وكرة القدم الغربية تنظر إلينا، ونحن نعطيهم المجال لكي يتكلموا علينا أكثر فأكثر، لكي يفضحونا أكثر فأكثر، ولكي يروا كل هذه المهاترات وكل هذه المظالم الكروية. هؤلاء أكثر من زمان وهم يحتقرون قارتنا، ونحن نزيدهم ونزيدهم أكثر فأكثر أسباب لكي يحتقروننا أكثر فأكثر بمثل هذه التصرفات وبمثل هؤلاء الحكام لكرة القدم بأي صفة من الصفات. لم يكن هنالك ضربة جزاء أبدا، لم تكن هنالك ضربة جزاء. كان اللاعبون يسيطرون عليه يكلمونه، لم يبقى له أي سيطرة على المباراة. من الصعب شرح ما حصل هذه الليلة، من الصعب جدا شرح كل ما حصل. وأنا أرى أن ما دمنا نحن الأفارقة، حاتم، أنا، حسام، أناس لاعبوا كرة القدم لا يدخلون بصفة رسمية في كرة القدم الأفريقية التي يجب أن تؤول إلى لاعبي الكرة. دائما ستبقى لدينا مشاكل. هؤلاء أناس ليست لهم أي علاقة بكرة القدم، وسيبقى لدينا دائما وأبدا أناس يفضلون فرق على فرق ويحابون فرق على حساب فرق، مثل ما وقع هذه الليلة. غينيا الاستوائية لا تصل إلى كعب تونس، لا تصل إلى كعب تونس. هنالك أشياء فظيعة وقعت في هذه الكأس الأفريقية من طرف الحكام. يقولون لنا أن الحكام بدأوا بداية جيدة، هنالك ضربات جزاء ليس لها وجود، هنالك تسللات ليس لها أي وجود، هنالك مخالفات ليس لها أي وجود، وهنالك ترشحات ظالمة. اليوم ربع النهائي يشاهدها العالم كله، ورأينا الضعف الكبير لهذا الحكم، ورأينا الخبث من طرف الكاف. بعد إذنكم